إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير عام 2025. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نسلط فيه اليوم الضوء على زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى منطقة القرن الإفريقي نهاية الشهر الماضي، وذلك من خلال استعراض مقال للكاتب السياسي هشام قدري أحمد بعنوان سياقات ودوافع زيارة ماكرون إلى القرن الإفريقي، والذي نشر على موقع مجلة قراءات إفريقية في 25 من ديسمبر الماضي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. ألمانيا تفشل للمرة الثالثة في ترحيل إريتري متهم بالاغتصاب وأكثر من 10 جرائم أخرى بعد صدور حكم قضائي بإبعاده من البلاد. وحكومة إقليم أرض الصومال الانفصالي تقول إنها ستقوم بإعادة تقييم مذكرة التفاهم الموقعة مع أثيوبيا. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. في ألمانيا باءت محاولة ألمانية بالفشل في ترحيل إريتري متهم باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 56 عاما وأكثر من 10 جرائم أخرى. وكان الإريتري البالغ من العمر 27 عاما والمسجون في مدينة ديسا أوسلو بألمانيا منذ 6 سنوات ويدعى يوناس قد اتهم مع 2 آخرين باغتصاب امرأة في العام 2017، وذلك بعد أن هدد المرأة البالغة من العمر 56 عاما بزجاجة مكسورة وفقا لسجلات المحكمة. وأظهرت السجلات أيضا أنه بعد إطلاق سراحه من السجن هدد عاملين بسكين لسرقة الإلكترونيات والمشروبات الكحولية وغيرها من الأشياء من محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية. بالإضافة إلى ذلك تم توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائم أخرى من ضمنها الصدام وأعمال الشغب مع الشرطة. وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا بترحيله إلى إريتريا بعد إدانته بارتكاب جرائم متكررة. وبحسب تقارير إعلامية من المدينة فقد جرت 3 محاولات على الأقل لتسليم يوناس إلى إريتريا، لكن السفارة الإريترية رفضت منحه إذنا لدخول البلاد. وانتقدت الشبكات الإعلامية قيام الحكومة الألمانية بمحاولة الترحيل، منوهة بأنه لا يمكن إجبار أي إريتري مرحل على العودة إلى إريتريا دون الحصول على إذن دخول. قالت حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالي إنها ستقوم بإعادة تقييم مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الحكومة السابقة مع أثيوبيا مطلع العام الماضي لضمان أنها تخدم مصالح أرض الصومال. وبحسب ما ذكر موقع الصومال الجديد فإن وزير خارجية الإقليم عبد الرحمن طاهر آدم أشار إلى أن المذكرة يكتنفها الغموض، وأوضح أن هنالك اختلافا بين ما تقوله أثيوبيا وما قاله الرئيس السابق للإقليم موسى بيحي عبدي، الذي كان يؤكد أنهم سيؤجرون منفذا بحريا لأثيوبيا مقابل الاعتراف بأرض الصومال. لكنه أضاف أن أديس أبابا ذكرت أنها تفكر في الاعتراف بعد حصولها على المنفذ البحري. وأكد الوزير أن الإدارة الجديدة ملتزمة بتقييم آثار الاتفاقية بدقة ومعرفة ما إذا كانت مفيدة للإقليم ومتضمنة الاعتراف به. وتأتي تصريحات وزير خارجية الإقليم في وقت تشهد فيه العلاقات الصومالية الأثيوبية تحسنا ملحوظا بعد الاتفاق الذي وقعه البلدان في 11 من ديسمبر الماضي في العاصمة التركية أنقرة برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم،
وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نستعرض فيها اليوم سياقات ودوافع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى منطقة القرن الإفريقي نهاية ديسمبر الماضي، والتي شملت كل من جيبوتي وأثيوبيا. نتابع. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نخصصها اليوم لسياقات ودوافع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى منطقة القرن الإفريقي نهاية الشهر الماضي، والتي شملت كل من جيبوتي وأثيوبيا في ثاني زيارة له إلى هذه المنطقة منذ توليه الرئاسة في عام 2017. وللتعرف على أهداف هذه الزيارة نستعرض لكم في هذه الحلقة مقالا كتبه الباحث في الشؤون السياسية هشام قدري أحمد، ونشر على موقع مجلة قراءات إفريقية في 25 من ديسمبر الماضي. يستهل الكاتب المقال بقوله: قام الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى منطقة القرن الإفريقي يومي 20 و21 من ديسمبر الماضي، شملت جيبوتي وأثيوبيا، حيث التقى في اليوم الأول بنظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، قبل أن يغادر إلى أديس أبابا في اليوم التالي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد. وقد ناقش ماكرون خلال زيارته القضايا الإقليمية التي تموج بها منطقة القرن الإفريقي، وسبل تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي والأمن مع حكومتي البلدين. تعد هذه الزيارة هي الأولى للرئيس الفرنسي إلى المنطقة منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية قبل أكثر من 2.5 عام، وكان قد سبق له زيارة المنطقة خلال ولايته الأولى وتحديدا عام 2019. تأتي زيارة ماكرون الراهنة إلى منطقة القرن الإفريقي في ظل سياق إقليمي متغير يمكن الكشف عنه من خلال عدد من التفاعلات والتطورات الإقليمية التالية. أولا، تراجع النفوذ الفرنسي وانحساره في غرب إفريقيا. تعيش فرنسا وضعا دوليا غير مسبوق على إثر تراجع نفوذها التقليدي في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وتحولها من حليف استراتيجي إلى طرف غير مرقوب فيه. فبعد الانقلابات العسكرية التي شهدتها مالي وبوركينا فاسو والنيجر خلال السنوات الأخيرة، والتي أنهت الوجود العسكري لباريس في المنطقة وأفسحت الطريق لتمدد أقطاب دولية أخرى لسد الفراغ الذي خلفته فرنسا، استمرت موجة العداء والمناهضة للوجود الفرنسي، حيث طالب الرئيس السنغالي باسيرو دوماي فاي بضرورة جلاء القوات الفرنسية من بلاده، معتبرا أن وجود تلك القوات الأجنبية يعارض مبدأ السيادة الوطنية. وبدورها أعلنت تشاد أواخر نوفمبر الماضي تعليق اتفاقية التعاون الدفاعي والأمن مع فرنسا، ودعت القوات الفرنسية إلى الانسحاب الكامل من أراضيها في موعد أقصاه 31 من يناير الحالي. يضاف إلى ذلك تقلص الوجود العسكري الفرنسي إلى حده الأدنى في كل من الجابون وكوت ديفوار، ولا شك أن هذه التطورات تهدد بتقويض نفوذ فرنسا في إفريقيا باعتباره أحد مرتكزات وعوامل قوتها، مما يهدد بتراجع مكانتها كفاعل مؤثر في السياسة الدولية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان سياقات ودوافع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى منطقة القرن الإفريقي، وذلك ضمن حلقة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إيرينا. ثانيا، تصاعد الاضطرابات في الإقليم. يعد القرن الإفريقي وما حوله منطقة مضخمة بالصراعات السياسية والأمنية، ولا تكاد تخبو أزمة حتى تنفجر أخرى. فإلى جانب استمرار الحرب الأهلية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، تعاني أثيوبيا أوضاعا داخلية غير مستقرة بفعل تجدد الاشتباكات مع ميليشيا فانو وتزايد الهجمات العنيفة التي تقوم بها حركة الشباب المسلحة ضد الحكومة الصومالية
بالإضافة إلى تفاقم الخلافات بين مقديشو وأديس أبابا على إثر الاتفاق الذي أبرمته الأخيرة مع حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالي في يناير 2024 يمنح أثيوبيا حق إنشاء قاعدة عسكرية وميناء تجاري لمدة 50 عاما مقابل اعترافها باستقلال الإقليم، وهو ما اعتبرته حكومة الصومال تعديا على سيادتها وتقويضا لاستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها. ثالثا، أي من التفاعلات والتطورات الإقليمية، توسع الحضور الصيني في المنطقة. تستمر الصين في استراتيجيتها الرامية إلى توطيد نفوذها وتأمين مصالحها السياسية والاقتصادية في إفريقيا، ولا سيما منطقة القرن الإفريقي التي أصبحت بؤرة لاجتذاب القوى العظمى نظرا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية. وتنتهج بكين مجموعة من الأدوات الدبلوماسية والروافع الاقتصادية لتعزيز علاقاتها بدول الإقليم وحماية مبادرتها الكبرى المعروفة بالحزام والطريق، والتي يشكل القرن الإفريقي جزءا مهما من مكونها البحري، حتى أصبحت الشريك الاقتصادي الأول لدول المنطقة وأكبر دائن لها. ويعكس تعيين وزير الخارجية الصيني لمبعوث دبلوماسي خاص إلى القرن الإفريقي في يناير 2024 تعاظم أهمية المنطقة بالنسبة للصين وحرصها على الانخراط في شؤونها كفاعل مؤثر وليس مجرد شريك اقتصادي فقط. رابعا، تنامي النفوذ التركي. تشهد منطقة القرن الإفريقي تصاعدا مضطردا للنفوذ التركي، ويتجلى هذا النفوذ في عدة مؤشرات أهمها الاتفاق الإطاري للتعاون الدفاعي والاقتصادي الذي أبرمته أنقرة في فبراير العام الماضي مع حكومة الصومالية. ويرمي هذا الاتفاق إلى إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين البلدين لتأمين السواحل الصومالية، ويسمح للشركات التركية بالتنقيب واستخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية للصومال، قبل أن يوافق البرلمان التركي في يوليو الماضي على نشر قوات تركية ضمن نطاق المياه الإقليمية للصومال لمدة عامين. وتأكيدا على دور أنقرة المحوري في إدارة صراعات القرن الإفريقي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر الماضي عن مصالحة تاريخية بين الصومال وأثيوبيا من شأنها نزع فتيل التوتر بين البلدين وتهيئة الظروف السياسية لإجراء مفاوضات فنية لتسوية نقاط الخلاف. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان سياقات ودوافع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى منطقة القرن الإفريقي، وذلك ضمن حلقة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتحت عنوان جانب دوافع استراتيجية متعددة، يقول هشام قدر أحمد: تتطلع فرنسا من وراء زيارة رئيسها إيمانويل ماكرون لأثيوبيا وجيبوتي إلى تحقيق عدة أهداف تعزز من خلالها مصالحها الاستراتيجية، ونرصد فيما يلي أهم هذه الأهداف. أولا، توطيد النفوذ الفرنسي. لا ريب في أن الدافع الرئيسي لزيارة ماكرون إلى القرن الإفريقي يكمن في سعي فرنسا إلى توطيد نفوذها في شرق إفريقيا بعد الضربات المتوالية التي منيت بها على الجانب الآخر من القارة بسبب الانقلابات العسكرية التي أفرزت نخبة سياسية معادية لها واضطرتها إلى سحب قواتها وتعكير صفو علاقاتها بمستعمرتها السابقة. ومن ثم فقد أصبح القرن الإفريقي يمثل مرتكزا للإبقاء على النفوذ الفرنسي في إفريقيا قائما، بما يمنحها القدرة على التأثير والاطلاع بدور فاعل ومؤثر في ملفات قضايا الصراع الإقليمي في البحر الأحمر ومنطقة الشرق الأوسط عموما. ثانيا، تعزيز العلاقات الثنائية مع جيبوتي. أحد الدوافع الرئيسية التي سعى ماكرون إلى تحقيقها من زيارته إلى جيبوتي وأثيوبيا هو تعزيز العلاقة السياسية والاقتصادية مع هذين البلدين ونسج شراكات جديدة معهما في مجالات متنوعة. فبالنسبة إلى جيبوتي فقد احتفظت تلك الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأحمر بعلاقات دافئة مع فرنسا منذ استقلالها عام 1977، ومنذ ذلك الحين تحتفظ باريس بقاعدة عسكرية في جيبوتي تضم اليوم حوالي 1500 جندي، وهي أكبر قاعدة عسكرية لفرنسا في الخارج، وهي الوحيدة التي لم تتأثر بقرار الحكومة الفرنسية بشأن هيكلة وتخفيض قواتها العسكرية المنتشرة في أقاليم ما وراء البحار.
وقد تطرق الرئيس ماكرون خلال لقائه بنظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله إلى الشراكة القوية بين البلدين في مجال الأمن والدفاع والبنية التحتية، والتي تعززت بإبرام اتفاقية دفاعية بين الجانبين قبل 5 سنوات وتم تجديدها في يوليو الماضي. كما شدد ماكرون على أهمية جيبوتي لبلاده في إطار استراتيجيتها بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. بدورها تمثل أثيوبيا شريكا استراتيجيا مهما لفرنسا في القرن الإفريقي، لذلك تتطلع باريس إلى تعزيز التعاون معها. وتأكيدا على موقف فرنسا الداعم لأديس أبابا، أعلن ماكرون خلال اجتماعه برئيس الحكومة الأثيوبية أبي أحمد أن بلاده تشجع جهود إعادة هيكلة ديون أثيوبيا في أعقاب توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل قيمته 3 مليارات و400 مليون دولار. كما وصف ماكرون مطالب أثيوبيا بالوصول إلى البحر وتنويع منافذها البحرية بالحق الطبيعي والمشروع، داعيا إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين استكمالا لجهود الشراكة التي تكللت بتوقيع عدة اتفاقيات في مارس 2019، من بينها اتفاق يرمي إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ومساعدة الحكومة الأثيوبية على بناء وتطوير قدراتها البحرية. ثالثا، تهدف الزيارة إلى تحسين صورة فرنسا أمام الرأي العام الإفريقي. لا يعزى تراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا إلى إخفاقها الأمن في القضاء على التنظيمات والجماعات المسلحة أو لدورها في استفحال المشكلات الاقتصادية واتباعها نمط الوصاية الأبوية في علاقتها مع الدول الإفريقية فحسب، بل يرجع ذلك أيضا إلى صورة فرنسا كدولة استعمارية ونظرتها الاستعلائية في التعامل مع حكومات وشعوب القارة. ومن ثم يحاول ماكرون من خلال زيارته إلى القرن الإفريقي تغيير تلك الصورة الذهنية عبر أدوات القوى الناعمة، وهو ما تجلى في مشاركته رئيس الحكومة الأثيوبية أبي أحمد في افتتاح القصر الوطني الذي كان مقرا للإمبراطور هيلي سلاسي الذي أطيح به في عام 1974، ودعمه لمشروع الحفاظ على التراث الأثيوبي باعتباره جزءا من التراث العالمي، وذلك في مسعى منه لتحسين صورة فرنسا أمام الرأي العام لدول القرن الإفريقي عبر إظهار اهتمامه بتاريخ وثقافة الشعوب الإفريقية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان سياقات ودوافع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى منطقة القرن الإفريقي، وذلك ضمن حلقة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. رابعا، تهدف الزيارة أيضا إلى كبح نفوذ الخصوم الاستراتيجيين. يواجه الحضور الفرنسي في القرن الإفريقي منافسة شديدة من بعض القوى الفاعلة في مقدمتها الصين وتركيا. فالصين كما ذكرنا باتت الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لإفريقيا والقرن الإفريقي، ولا يتوقف نفوذها في المنطقة على الحضور الاقتصادي بل يتجاوزه وصولا إلى التمدد العسكري. ففي سياق رؤيتها الاستراتيجية بضرورة إيجاد موطئ قدم في القرن الإفريقي، شرعت الحكومة الصينية في إنشاء قاعدة عسكرية لها في جيبوتي عام 2017، وهي أول قاعدة بحرية صينية في القرن الإفريقي. والهدف من هذه القاعدة وفقا لما أعلنته وكالة أنباء الصين هو ضمان أفضل أداء للصين في بعثات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية في إفريقيا، والمساعدة في أداء المهام الخارجية بما في ذلك التعاون والتدريب العسكري، فضلا عن حماية الأمن الصيني في الخارج. ومن ثم فإن زيارة ماكرون إلى القرن الإفريقي تنطوي ضمن أهدافها على تحذير لحكومات تلك الدول من المخاطر التي تهدد سيادتها بسبب تنامي الحضور الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين. من ناحية أخرى، يسعى ماكرون من خلال زيارته تلك إلى احتواء النفوذ التركي في المنطقة، حيث بات ينظر لأنقرة بوصفها خصما استراتيجيا لباريس، وهي التي استغلت انحسار النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا من أجل توسيع دائرة نفوذها وتحالفاتها، بما في ذلك تطوير التعاون العسكري والأمن مع دول الساحل وفتح أسواق جديدة لصناعاتها العسكرية. لذا قد تحاول فرنسا إعاقة الاتفاق الأثيوبي الصومالي الذي رعته تركيا عبر تشجيع أديس أبابا للمضي قدما ودفعها نحو إعادة بناء قوتها البحرية، وذلك بهدف مساومة أنقرة على عدد من الملفات الاستراتيجية. خامسا،
أهداف أخرى. يرى الكاتب هشام قدري أن من بين الأهداف الأخرى لزيارة ماكرون إلى أثيوبيا محاولة إبرام اتفاق معها بشأن نقل وإمداد الأسلحة إلى قوات الدعم السريع التي تنخرط في قتال ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023 عبر الأراضي الأثيوبية، وذلك في أعقاب تعليق تشاد لتعاونها العسكري مع فرنسا ومنعها عبور الأسلحة عبر أراضيها إلى الدعم السريع. ختاما، وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول إن زيارة ماكرون إلى القرن الإفريقي وما تنطوي عليه من أهداف ودوافع متباينة تعكس تحولا أوسع في سياسة فرنسا الإفريقية، فمع تضاؤل نفوذها في مستعمراتها السابقة بدول غرب إفريقيا التي اتجهت إلى بناء تحالفات جديدة مع شركاء جدد على رأسهم روسيا، تتطلع فرنسا إلى القرن الإفريقي باعتباره ركيزة استراتيجية يمكن لها من خلالها توطيد نفوذها في شرق إفريقيا ومواجهة خصومها الاستراتيجيين، بل وإعادة تقديم نفسها كلاعب مؤثر في معادلة الصراعات الأمنية والسياسية في البحر الأحمر ومنطقة الإندو-باسيفيك. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة الأسبوع من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. ألمانيا تفشل للمرة الثالثة في ترحيل إريتري متهم بالاغتصاب وأكثر من 10 جرائم أخرى بعد صدور حكم قضائي بإبعاده من البلاد. وحكومة إقليم أرض الصومال الانفصالي تقول إنها ستقوم بإعادة تقييم مذكرة التفاهم الموقعة مع أثيوبيا. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله.